والله الخطاب لم يحقق آمال أو ليس كما هو متوقع من قرارات قوية وحاسمة. كان متوقع أن نسمع قرارات حاسمة أكتر من كده، نجد فيها مثلا إقالة النائب العام، تغيير رئاسة وزراء، اعطاء حقوق واولويات للقضاء، ان هم يكونوا اولى بان هم يضعوا القوانين الخاصة بيهم او قانون السلطة القضائية. كان اولى ان القضاة هم اللي يضعوه. مش معقولة ناس تكون تضع جميع القوانين لمصر كلها وما يبقوش هم مؤتمنين انهم يضعوا قانون او انفسهم او يشاركوا فيه او هم اللي يعملوه يحققوا. لكن انا شايف ان الخطاب قرر ولم يشفي ولم يفك شفرات كثيرة او يضع حلولا حاسمة وجازمة للاحداث اللي في البلد. ما رأيتش انه امتص غضب او الاستياء اللي عند بعض الناس، ولكنه خطاب مسترسل وطويل ولم يفي بأي شيء يريح الناس او يوصلنا لشيء، بل بعتقد ان هو خطاب معاد او مكرر قد يرضي الموالين له، لكنه لا يرضي المعارضين. شيء لم يشفينا داخليا او يسعدنا وليس على المستوى المطلوب.